صباح الخير مساء الخير على حسب ما بيظهركم الفيديو. من غير ما نطول على بعض خليني اقول لك ايه الحاجات اللي احنا ملناش يد في اختيارها في الحياه ولا حتى نقدر ان احنا نبدلها. اولا وهو الاهل والعيله، محدش فينا بيختار والده ووالدته ولا مستواهم المادي ولا مستواهم الاجتماعي ولا حتى طباعهم الجينيه، كمان مكان وموعد الميلاد، البلد اللي اتولدنا فيها، والظروف السياسيه والاقتصاديه للعصر اللي احنا عايشين فيه. يا راجل ده حتى اسمك بيتم اختياره لينا حتى قبل ما ندرك ما معناه. نيجي للتكون البيولوجي، الجينات، لون البشره، الطول، ملامح الوش، وحتى الاستعداد الوراثي لبعض من الامراض. كمان المواهب الفطريه، في ناس بتتولد بصوت حلو او ذكاء رياضي فطري، احنا هنا بنختار ان احنا ننميها ولكن مش بنختار البذره نفسها. كمان القضاء والقدر، الحوادث المفاجاه، الحاجات اللي بتحصل بره ارادتنا وتغير مجرى حياتنا في لحظه. رحيل الاشخاص، الموت حق وهو اكبر شيء بيفكرنا ان احنا مش مسيطرين على كل شيء. كمان مشاعر الاخرين، حب الناس لينا، احنا نقدر نكون اشخاص كويسين ولكن ما نقدرش نجبر حد ان هو يحبنا او يتقبلنا، دي كيمياء وقرار خاص بيهم هم. ليه مهم تعرف الحاجات دي؟ الهدف هنا مش الاستسلام ولكن القبول، لما بنعرف ان البدايات دايما مش بايدينا فنبطل نلوم نفسنا على حاجات ما كانش لينا ذنب فيها وبنبدا ان احنا نركز على رد فعلنا تجاه الحاجات دي. خليني بقى اقول لك شويه حاجات مفروضه علينا. انا عايز اقول لك ان الحياه بطبيعتها مجهده، مفيش حد بيحصل على احتياجاته الاساسيه من اكل الشرب السكن الا اذا كان بيبذل مجهود. المفروض عليك ان انت بتسعى وبتشتغل ولكن انت مش بتختار فكره السعي نفسها لانها ضروره للبقاء. تاني حاجه وهي التغير المستمر، الحياه مفروض عليها ان هي ما بتثبتش على حال، ومفروض عليك كمان ان انت تتقبل خساره الاشياء وتغير قناعتك وتكبر في السن. المقاومه هنا بتبقى متعبه جدا لان التغير هو القانون الوحيد الثابت. حتى لو الظروف فرضت عليك وضع معين، الحياه بتفرض عليك ان انت تشيل نتيجه رد فعلك، يعني انت مش مسؤول عن اللي حصل لك ولكن مفروض عليك ان انت هتعمل ايه في اللي حصل لك. خلينا نروح للقوانين الطبيعيه والاجتماعيه. القوانين الطبيعيه زي الجوع، زي النوم، زي الجاذبيه، زي المرض، دي حاجات مفروضه بيولوجيا. طب والقوانين الاجتماعيه؟ عشان تعرف تعيش وسط بشر مفروض عليك تلتزم بحد ادنى من قواعد واخلاقيات، وده عشان المجتمع ما يتحولش مننا لغابه. انت لازم يكون عندك الوعي ان مفيش حياه خاليه من الالم، سواء وجع جسدي او فقدان شخص عزيز. انت المفروض عليك تتعلم ازاي تتجاوز الالم، ولكن المعاناه هو الغرق في الوجع هي اللي ممكن نتحكم فيها. احنا ليه بنحس دايما ان الحاجات دي تقيله؟ لان احنا احيانا بنتعامل معاها كانها قيود، ولكن انت لو بصيت لها كقواعد للعبه هترتاح. زي لعبه كره القدم، مفروض عليه ان هو يلتزم بمساحه الملعب ووقت المباراه، ولكن جوه القواعد دي هو بيبدع وبيستمتع. خلينا نروح للجانب اللي بيخلينا سعداء شويه، هنفرفش بقى، نفك الدنيا. أطول دراسة في طريق جامعة هارفارد استمرت لأكثر من 80 سنة وأثبتت إن العامل الأول والأساسي للسعادة هو جودة علاقتنا الاجتماعية. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني أنت مش مهم عندك كام صاحب، المهم عندك كام حد تقدر ترفع عليه سماعة التليفون 3 الفجر وأنت عندك مشكلة ويرد عليك ويسمعك ويحل معاك. هي دي الجودة الاجتماعية. كمان ممارسة الامتنان، المخ البشري مبرمج بالفطرة إن هو يشوف النواقص والمخاطر عشان يحمينا. عشان تكون سعيد لازم تدرب مخك يركز على الموجود. لو كتبت كل يوم 3 حاجات حصلت لك وممتن ليها، كيمياء مخك هتتغير فعليا خلال اسابيع. احنا اغلب تعاستنا بتيجي من القلق على الماضي او من الخوف من المستقبل. السعاده موجوده في اللحظه الحاليه. اتعلم تستمتع بكوبايه القهوه اللي بتشربها او بالمشي في الشارع او حتى بكلمه حلوه بتسمعها دلوقتي. وده اللي بيسموه اليقظه الذهنيه، وان من اغرب اسرار السعاده انك لما بتساعد حد غيرك مراكز السعاده في مخك انت هي اللي بتنور. العطاء بيحسسك ان لحياتك قيمه ومعنى، وده شعور اعمق واقوى من الانبساط اللحظي. انت لازم تبقى عارف ان السعاده ليها جانب عضوي. الرياضه والمشي بيفرزوا هرمونات اندروفين ودوبامين بتشتغل كمضادات طبيعيه للاكتئاب. مش لازم جيم عنيف، نص ساعه مشي في الشمس كفيله تغير مودك تماما. انا عايزك تقلل سقف توقعاتك شويه. احنا دايما بنفكر ان العربيه الجديده او الموبايل الحديث هم اللي بيخلونا سعداء، بس ده نوع من السعاده اسمه التكيف اللذيذ، يعني بنتعود عليه في اسبوع ويروح مفعوله. السعاده الحقيقيه بتيجي من التجارب، سفريه، خروجه، تعلم مهاره جديده، مش من امتلاك الاشياء. نصيحه اخيره من وحي راندي بوش، الحوائط الاسمنتيه موجوده لسبب ما، هي مش موجوده عشان تمنعنا، هي موجوده عشان تدينا فرصه نثبت قد ايه احنا محتاجين الحاجه دي. العقبات بتوقف الناس اللي هم مش عايزين بجد، لكنها بتبقى مجرد تحدي ليك لو انت مصمم.
تعال بقول لك شويه نصايح ممكن يفيدوك. انا عايزك قبل ما تتضايق من موقف او مشكله تسال نفسك هل الموضوع ده هيفرق معايا على المدى الطويل؟ لو الاجابه لا يبقى ما تضيعش فيه اكتر من 5 دقائق زعل. النصيحه دي هتحمي طاقتك من الاستنزاف في توفيق الامور. كمان انا عايزك تستثمر في الاستمراريه وليس الكثافه. احنا دايما بنتحمس في البدايات وبنعمل مجهود جبار وبنقع بسرعه، والحقيقه هنا ان قليل دائم خير من كثير منقطع. لو قرأت صفحة واحدة كل يوم أحسن من إنك تقرأ كتاب كامل في يوم وتقطع سنة. النجاح هو عدم تراكم أشياء صغيرة بسيطة. أنا عايزك تبقى عارف إن الحياة مش أبيض وأسود بس، في رمادي في النص كده. مفيش حد طيب بنسبة 100% ولا في حد شرير بنسبة 100%. مفيش فشل مطلق ولا في نجاح مطلق. تقبلك لوجود الرمادي اللي في النص هيخليك أكثر مرونة في التعامل مع الناس والتعامل مع نفسك. لما تغلط ما تقارنش كواليسك بعرض الآخرين. في عصر السوشيال ميديا احنا بنشوف احلى لحظات للناس اللي هي العرض وبنقارنها باصعب لحظاتنا اللي هي الكواليس بتاعتنا. المقارنه دي غير عادله وظالمه لنفسك جدا، لانك لو هتقارن نفسك قارن نفسك بنسختك القديمه بتاعت امبارح فقط. اتعلم تقول لا للحاجات اللي بتيجي على حساب صحتك النفسيه او وقتك بدون تقدير. الناس اللي بيحبوا ان هم يتخطوا حدودك هم اكتر ناس هتزعل وهتتضايق لما تحط حدود، وده اكبر دليل ان انت كان لازم تعمل كده من زمان. كمان عايزك تتعامل مع جسدك ان هو البيت الوحيد. انت ممكن تغير بيتك، عربيتك، موبايلك، بس جسمك هو المكان الوحيد اللي هتعيش فيه طول عمرك. اهتم باكلك وبنومك وبتحركك، وده مش عشان الفورمه، لا ده عشان تعيش جودة حياة كويسة لما تكبر في السن. وبكده تكون انتهت الحلقة بتاعت النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه الحلقة الجاية.